مساء الخير. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. حكايتنا النهاردة حكاية شاب ظروفه وحشة ومش قادر يتجوز بسبب قلة الفلوس، فعاش التجربة باندماج. هنسمع حكايته وتقولوا لنا رأيكم، لكن قبل ما نقول الحكاية ما تنساش الاشتراك في قنواتنا علشان يوصلك كل قصصنا وحكاوينا الجديدة. اللينكات كانت موجودة في الوصف. يلا بينا نسمع الحكاية اللي بيحكيها صاحبها وبيقول: أنا كمال، بيقولوا لي كيمو، عندي 30 سنة، مش متجوز علشان الظروف والمادة. جاري اسمه حسن، عنده 60 سنة، ومراته اسمها أميرة عندها 43 سنة. أميرة عليها أحلى جسم ممكن تشوفه في حياتك، عريض من فوق ووسطها رفيع، فمبين حلاوة جسمها أكتر وأكتر. أنا بعمل حاجتين في الحياة، بشتغل وأضرب شماريخ على أميرة. هم ساكنين قصادي، شباكي أعلى من شباكهم شوية وسطحي قصاد سطحهم. أميرة لما بتعدي في الشارع كل الرجالة بتبص عليها، بتلبس عبايات ضيقة، شباب الشارع كله بيضرب شماريخ بسببها، بس أنا الوحيد اللي كان ليا الحظ إني أشوفها في كل الأوضاعات. أول مرة كنت صاحي الصبح بدري وطالع على السطح، وقتها كنا في الصيف. ببص لقيت أميرة واقفة على السطح ولابسة قميص شفاف. أخدت جنب وبدأت أضرب الشمروخ وهي بتنشر، وشوية توطي فالبيتزا كلها بتطلع بره، وشوية توطي الناحية التانية فالقميص يترفع وكله يبان. ضربت 3 شماريخ ورا بعض. بعدها بشهرين قابلت حسن في المواصلات، قال لي: معلش هطلب منك طلب، أنا مستعجل وعندي شغل لازم أخلصه، وفي حاجة عايزك تجيبها لي من البيت ضروري. واداني المفاتيح وقال لي إن مراته عند أهلها ولسه هترجع على بالليل. رحت البيت وفتحت الباب، دخلت وفكرت أروح أوضة النوم وأدور على حاجتها، بس جات لي فكرة أجمل. رحت على الغسالة علشان أجيب حاجة كانت لابساها، وفعلا لقيت قميص أو أنضر أسود شكله لسه مخلوع. مسكته وشميته، الريحة لوحدها وقفت شعر راسي. لفيته على رقبة زغلول لحد ما نزل على الأرض، ورحت حاطه مكانه وجبت طلب حسن وخرجت. بعدها بأسبوع بفتح الشباك، كنا وقت الظهرية، لقيت أميرة نايمة بقميص نوم وبتساية جوه وبتساية بره، ونايمة ومش حاسة بالدنيا. طلعت زغلول وضربنا شمروخ. عدى 4 أيام، لقيت حسن بيرن عليا وبيقول لي: تعالى عايزك. قلبي وقع في رجلي وقلت بس. مراته اكتشفت اللي عملناه أنا وزغلول وسألته، وهو حكى لها إنه بعتني واداني المفاتيح. وقتها كنت مرعوب. رحت وخبطت. حسن فتح لي وقال لي: تعالى يا كيمو. قلت في سري طالما قال لي يا كيمو يبقى تمام، وارتحت شوية. قال لي: معلش يا كيمو، محتاجين نظبط كام حاجة في أوضة النوم، محتاج تحرك معايا الدولاب وكام حاجة كده. في الوقت ده طلعت أميرة لابسة عباية بيتي واسعة من عند صدرها ولازقة من عند وسطها. قالت لي: معلش هنتعبك معانا يا كيمو. قمت معاهم ودخلنا أوضة النوم، واحنا بننقل كنت لابس بنطلون بيتي، واحنا في النص حسن قال: هدخل الحمام ثانية وارجع لكم. دخل وكنت واقف أنا وأميرة. أميرة قالت لي: عايزة أحط خشبة تحت السرير ده يا حسن. قلت لها: طب أنا هرفعه وحاولي أنت تحطيها. رفعت وهي وطت، وهوب، البطيخة اتقسمت نصين قدامي، وزغلول بيعشق البطيخ وطار زي الصقر وبقى فوق دماغها ب4 سنتي وهو واقف على طول. جت تقف، راسها خبطت في راس زغلول وعملنا ما أخدناش بالنا. رجع حسن وكملنا، وطول الوقت وأنا بخطف نظرات على طبق البطيخ من غير ما حد ياخد باله. بعد كام يوم رحت عزمت حسن وأميرة عندي على الغدا. لقيت بعدها بشوية حسن بيرن وبيقول لي: أميرة حلفت إن هي اللي هتطبخ، جهز لها بس أنت الحاجة قبل ما تنزل على الشغل وابقى عدلها المفاتيح. قلت له: ماشي يا أبو علي. وقبل ما أنزل من الشقة ضربت شمروخ، ورحت حاطط التليفون وعامله صامت ومخبيه في حتة مش باينة وكاشفة الحمام كله، ونزلت وعديت عليها المفاتيح. رجعت من الشغل لقيتها لسه في الشقة، والشقة كلها متروعة، وهي واقفة في المطبخ ولابسة عباية خفيفة. قالت لي: أنا خلاص خلصت أهو. كانت واقفة قدام البوتاجاز، رحت لازق فيها وعملت بفتح الحل. قلت لها: يا ترى طبخنا إيه النهاردة بقى؟ قالت لي: عاملة لك أكل هتاكل صوابعك وراه. رحت لازق فيها أكتر وقلت لها: ده أنا آكل الأكل واللي عامل الأكل كمان.
رحت راجع لورا وقالت لي طب وسع بقى يا اخويا علشان اروح اغير. رحت لازق فيها تاني وقلت لها ليه بس، ما انت حلوه اهو. راحت ماشيه وقالت لي 10 وطفي على الاكل. 10 ها؟ قلت لها ماشي وما خدتش بالي تقصد ايه. اول ما خرجت فتحت الحمام وطلعت التليفون وفتحته، شغلت الفيديو، لقيت أميرة دخلت الحمام وخلعت العباية واتصدرت للكاميرا. خلصت حمام وجاية تفتح الباب لقيت البوكسر، مسكته وشمته، وبعدين راحت مطلعة لسانها خلعت القميص. سبت التليفون وطلعت وانا سلبوتة في نص الصالة وفضلت ألعب مع زغلول. وفجأة لقيت الباب يتفتح مرة واحدة في نفس اللحظة اللي زغلول فتح ماسورة المية اللي غرقتها. وقفت متنحة دقيقتين وبتبص على زغلول اللي واقف زي الأسد. فقت وقالت لي يخرب بيتك، جوزي 10 دقايق وجاي ورايا. قلت لها ما كنتش أعرف إنك جاية، معلش تعالي همسحهولك، اقلعي وأنا هاخد العباية امسحهالك، خليكي في المطبخ. قلعت العباية وكانت لابسة تحتها ملابس داخلية، ادتني العباية وقالت لي بسرعة. كل ده وأنا واقف سلبوتة زي ما أنا. دخلت الحمام وبمسح العباية لقيت باب الحمام اتفتح وأميرة واقفة قدامي وخلعت كله وقالت لي يلا يا شاطر وريني كنت بتعمل ايه. وراحت شداني وقعدتني ومسكت زغلول وهات يا لعب. وفي ظرف دقيقة كان زغلول في حضنها. وقفتها على رجليها وخليتها تلف وحضنتها وزقتها لقدام وفضلت آكل في البطيخة أنا وزغلول لحد ما قالت كفاية كده كتير، واحدة واحدة وصوتها بيعلى. يا دوب عصير البطيخ اتدلق وجرس الباب رن. لبست العباية من غير حاجة تحتيها وأنا سبقتها وخرجت الحسن أفتح له. دخلت وقعدنا شوية بتاع 10 دقايق وأميرة دخلت علينا بالأكل، وطت وحطت الصينية وهوب العباية لزقت. بصيت على حسن لقيته مش واخد باله وسارح في التليفون. قعدنا أكلنا مع بعض. حسن خلص الأكل وقام يغسل. أميرة بصيت لي وقالت لي الحق الأندر أنا نسيت أشيله من الحمام، بس كلامها جه متأخر لأن يا دوب هي قالت لي ولقيت حسن بينادي عليا يا كيمو. جريت على حسن لقيته واقف قدام المطبخ لسه ما دخلش الحمام. قال لي انت اللي مولع على الحلة دي ولا ايه؟ خلي بالك. قلت له لا ما تقلقش، تعال انت بس اغسل في المطبخ علشان الحمام المية السخنة مش شغالة فيه. وعلى آخر لحظة لحقت الموضوع. عدى اليوم وأميرة وحسن روحوا بيتهم. جيت أنام تخيلت منظر أميرة وجات لي فكرة شيطانية وقررت إني أنفذها تاني يوم. خدت أجازة من الشغل وأول ما حسن خرج راح على شغله رحت الأميرة وخبطت عليها. فتحت لي ودخلت. قلت لها اسمعي هنجرب حاجة جديدة النهاردة، وقعدت أفهمها هنعمل إيه. ومن كتر ما هي كانت على آخرها وافقت، وهي بطبعها ما كانتش جبانة. فضلت قاعد معاها ولعبنا مرتين، مرة أول ما شرحت لها الخطة ومرة بعدها بساعتين بعد ما عملت لي أكل واتغدينا. بعد شوية كلمت حسن على التليفون. أيوة يا أبو علي أنت فين؟ كنت عايز منك طلب. حسن قال لي إنه خلاص قدامه تلت ساعة ويوصل البيت. قفلت معاه ونيمت أميرة على السرير في أوضة نومها، كتمت بقها ودورت الترزيع 10 دقايق وأنا برزع. بعدها لبست وروحت. حسن وصل البيت لقى أميرة طالعة من أوضة النوم، راحت شداه جوه الأوضة وزقته على السرير وخلعته وحصل بينهم. كل ده أنا شفته بالموبايل اللي كانت أميرة حطاه وبتصور بيه. وبعدين جت توريهولي، قالت إنها من زمان ما حسيتش الإحساس ده. قلت لها طب جاهزة؟ قالت لي أنا جاهزة لأي حاجة. قلت لها طب اسمعي، وبدأت أحكي لها. وبعد ما حكيت لأميرة على اللي هتعمله عينيها برقت وما صدقتش نفسها. واتفقنا ننفذ يوم الخميس وكله تمام. جه يوم الخميس بالليل حسن كان قاعد على القهوة. أميرة رنت عليا رحت لها. كنا على الساعة 8 بالليل. أميرة عندها أوضة أطفال تقريبا ما بتفتحهاش. حسن كان قدامه نص ساعة ويرجع البيت. دخلنا الحمام أنا وهي ودورنا الوردية وهات يا لعب. ربع ساعة وخلصت. دخلت بعدها نامت في البانيو.
وخرجت أنا ودخلت أوضة الأطفال وقفلت الباب. بعد شوية الباب اتفتح وحسن دخل. أميرة نادت عليه، قالت له طب تعالى أنا في الحمام، تعالى الحقني. جري حسن وفتح الباب، لقى أميرة نايمة في البانيو وبتشاور له على المقص المفتوح على آخره. حسن ما قدرش يمسك نفسه، راح خالع هدومه كلها وضرب غطس في البانيو. وحصل اللي حصل. أنا طلعت من الأوضة بالراحة وبصيت على باب الحمام، لقيته مفتوح وظهر حسن للباب. عينيا جت في عيون أميرة وحسن مش واخد باله من حاجة. رحت ضارب شمروخ ورحت ساحب نفسي وداخل الأوضة تاني. عدت ساعة ونص ورحت ضارب شمروخ ورحت ساحب نفسي وداخل الأوضة تاني. عدت ساعة ونص، كان حسن أخد دش وأكل ودخل ينام. أميرة طمنت إن حسن نام وسرح كمان. راحت قايمة من على السرير وجايالي وفتحت الباب. خرجنا واحدة واحدة أنا وهي ودخلنا أوضة النوم أنا وهي. لقيت حسن نايم على السرير ونومه تقيل زي ما أميرة قالت لي. رحت مديها سدادات، خدتهم أميرة وحطتهم في ودن حسن من غير ما يحس. حسن كان نايم بشورت واسع وبس. رجعنا الأوضة الصغيرة وبدأنا الجنان. وحصل اللي حصل. بعدها لبست هدومي وروحت. أميرة وحسن تاني يوم الصبح، حسن بيفرك عينيه ولسه بيصحى، لقى أميرة بتقول له اسكت، مش أنا نسيت أقول لك حاجة مهمة امبارح؟ حسن قال لها حاجة إيه؟ ومرة واحدة راحت أميرة شادة سفلوه وهات يا بوس. وحسن ما قدرش يسكت، رزع في التانية في التالتة وراح في دنيا تانية واتفتح الشابولي. قالت له عرفت بقى إنها كانت حاجة مهمة؟ قال لها مهمة قوي يا مرمر. وبقيت أنا وأميرة نتقابل ونقعد نخطط ونلعب ونعيش مغامرات مع بعض. ولحد هنا خلصت الحكاية، ولسه حكاوينا وقصصنا كتير. ما تنساش الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل قصصنا وحكاوينا أول بأول.